هاي جايز، بداية الفيلم حبيب قلبي نشوف هذا الرجال قاعد على قنبله وبس يتحرك راح تنفجر به هو وجهاله وابوهم ينصمت. فتعالوا خلينا نشوف ايش راح يسوي وشلون راح يقدر يطفر من هاي السالفه. هذا اسمه لي وهو موظف باحد البنوك، وهاي مرته قاعد تون عليه حبيب قلبي من صباحيه الله، تقول له ودي جهالك للمدرسه خرب شرفك. فعلا اخذ جهاله حتى يوديهم للمدرسه، بس فجاه بنته قالت له يابا شنو هاي الريحه الخايسه اللي بالسياره؟ فاخوه قال له خلي ولن، ترى سمعت قبل شويه صوت بس يعني تثولين السالفه وذبيها براسي. فقالت له انشبب والوسخ خرب يومك. المهم حبيب قلبي فجاه دق تليفون بالسياره، فالاب قال للبنت ردي على التليفون، فقالت له هذا مو تليفوني. فانتبه الاب على صوت التليفون وعرف انه هو من التشكمشه وفتحها لقى تليفون دا يدق. فقال للبنت هذا تليفون امك يمكن ناسيته بالسياره، فقالت له لا هذا مو تليفون امي. فرد على التليفون سمع واحد يقول له اكو شيء مهم لازم تعرفه، بس هو سد التليفون بوجهه. بس انتبه على التليفون وشاف انه خلفيه التليفون صوره مرته وجهاله، وبقى صافن حبيب قلبي بالصوره لحد ما راد يدعم له واحد بس الله ستره. المهم حبيب قلبي التليفون دق مره ثانيه، فجاوبه وقال له باو عليك لا تشاقيني ترى روحي زاربه. قول منو انت وفضها. المتصل قال له اوكي لعد اكو قنبله جوا الكرسي مالتك، وهاي القنبله بس تنزل من السياره ويروح الضغط راح تنفجر بيكم. بس لي قال له دنشب بابا كافي هالازعاجات، سد التليفون بوجه المتصل. المهم حبيب قلبي راح لي المحطه حتى يفول البنزين، واول ما فتح الباب وراد ينزل هم دق التليفون عليه. فقال له بابا انت زمال مو اقول لك القنبله جوا سيارتك، يعني شنو تريد تموت انت وجهالك لو شنو الفيلم؟ وبعدين شنو السالفه ما قاعد الشم اكو فد ريحه خايسه بالسياره. المهم حبيب قلبي لي هنا انجر بوشه وسد الباب مال السياره، وقال لهذا المتصل حبيب قلبي رحمه على والديك انت ايش رايك؟ فقال له حبيبي انت قاعد على قنبله واذا قمت من عندها راح تنفجر. قال له مو كافي عاد والله العظيم افتهمت، انا قاعد على قنبله واذا قمت راح تنفجر، اللي بعد هاي السالفه شنو؟ احكي رحمه لوالديك. وهنا الابن قال للابو يابا ترى الريحه قبت كلش، اختي سوتها بلا ملح. فقال له اسكت ابن القندره. اللي قال له حبيبي رحمه على امك هسه انت ايش رايد من عندي غير اعرف؟ المتصل قال له حط ايدك جوا الكرسي، فحط لي ايده جوا الكرسي وفعلا حس بجسم غريب جوا الكرسي مالته. المتصل قال له حبيب قلبي هذا لغم، وانت تعرف ان اللغم بس ينشال عنه الضغط ينفجر، فاطلع من المحطه لين ما راح تقدر تنزل تفول بنزين. المهم حبيب قلبي لي طلع من المحطه وقال للمتصل حبيب قلبي هسه انا شنو المطلوب من عندي؟ المتصل قال له ضلعي انا رايد $1,000,000 نقد، وراح ادز لك الحساب المصرفي مالتي حتى تحول لي عليه الفلوس، واذا ما سويت اللي قلت لك عليه راح افجر القنبله من يمي لان رابطها على جهاز لاسلكي. المهم حبيب قلبي لي راح للمدرسه ما جهاله حتى ينزلهم ويخلص من عندهم يبقى هو لوحده. بس المتصل قال له ها دير بالك تنزلهم افجرها والله واشعل اهلك. قال الجهال ارجع وخرب هو راح يفجر السياره لا يا الكعبه، وبس خل ارجع الا طلق امكم لجت علي من صباحيات الله اخذهم. وقال لهم باع ولدي من الاخير اكو قنبله بالسياره وما يصير احد من عندنا ينزل. بنت قالت له ليش ما تبلغ الشرطه؟ فسمعها الخاطف وقال له يا ويلك اذا بلغت الشرطه ويا سواد ليلك، والله لا خلي طشاركم ماله والد وجهالك. المهم حبيب قلبي لي فتح الكاميرا وصور جوا الكرسي وتاكد انه فعلا اكو قنبله، وفجاه دق المساعد مال لي اللي وياه بالمصرف وقال له اخويا لي الحق لي، واحد دق علي وقال لي حاط لك قنبله بالسياره وقاعد مضرط وقال لي بس تنزل انت ومرتك اصمه طبهاتكم، فش اسوي يا معود بشرفك؟ المتصل يقول لي روح يم المساعد مالتك وخليه يهدى، وقول له هو هم خليه يحول الفلوس اللي طلبتهم من عنده. وفعلا يروح لي ويوصل يم سياره المساعد مالته ويلقاه كامش مرته بالقوه لان تريد تنزل من السياره، فلي يقولها سيدتي يجب عليك ان تبقئي بالسياره لانك راح تزربين بام الوضع اذا نزلتي، فاقعدي وكافي لقلقه رحمه لوالديك. المهم الناس اللي ورا لي قاموا يدقون هورنات يقولوا له اطلع خرب شرفك هو هذا مكان ما السوالف. فعلا رجع لي حتى يطبق السياره، وبهاي اللحظه مرت المساعد نزلت من السياره. واللي يريد يجي للفاتحه شباب المكان كوريا يم مطعم حجي تشينغ ملك الخفافيش المتبله. المهم بنته قامت تصيح يا يابا يا ابوي الحقونا خرب هبل، فباوع لقى ابنه مضروب بشظيه والدم دا يخر من عنده، فنزع الرباط مالته حبيب قلبه وقال للبنت اربطيها على رجل اخوك بين ما نوصل للمستشفى. فالمتصل قال له مستشفى شنو؟ دك الخير عليك ماكو مستشفى اذا ما تحول لي الفلوس، الله وكيلك بس تتحرك من السياره افجرها بيك انت وجهالك، دز الفلوس اول شيء واحترم نفسك وش تريد تروح سوي روح سوي. فاللي قال له والله شو تريد انطيك بس خله اودي ابني المستشفى الخاطر الله. المتصل قال له حبيب قلبي مضرطه زايده ما اريد سوي اللي اقول لك عليه، وش تريد تروح تسوي روح سوي ما لي علاقه بيك، انما اذا تظل هيجي والفلوس ما راح توصل ماكو طالعه من السياره. تبدي سيارات الاطفاء حبيب قلبي تروح على مكان الانفجار اللي صار بسياره مساعد لي، فاللي يقول للبنت شد الرباط زين على رجل اخوك حتى الدم يوقف لان ما راح اقدر اخذه للمستشفى هسه. المهم حبيب قلبي المتصل قال لي حبيبي الاتفاق تغير لازم تدفع لي $2,000,000. فاللي قال له مو كان مليون شنو السالفه؟ فقال لي لا $1,000,000 الثاني على روح صاحبك ما تعوفه مديون خطيه لان مات وما لحق يحول لي المبلغ اللي طلبته من عنده. فاللي قال له زين انا ما عندي كل هذا الرصيد بالفيزا لازم اروح للمصرف. فقال لي حبيب قلبي عادي خلي مرتك هي اللي تروح. وبهاي اللحظه حبيب قلبي الشرطه رجعوا الكاميرات مال المراقبه وشافوا لحظه الانفجار مال سياره المساعد مال لي، وشافوا سياره لي وهي قاعده ترجع لي ورا قبل الانفجار،
فشكوا انه هذا الشخص اللي رجع بالسياره هو اللي فجر، يعني اتهموا لي. المهم خابر لي على مرته قال لها روح اسحب فلوس من المصرف بسرعه. المتصل قال له وقولها ورا ما تسحبهن تروح ورا المصرف تشمرهن هناك. ولي شد لها حبيب قلبي وراح المصرف حتى ينتظر مرته ويتاكد ان هي سحبت الفلوس وهم يركبها ويا اخوه ما يموت لوحده هو وجهاله ويعوفه. فمرته تقول له انا سحبت الفلوس شو اسوي هسه؟ فيقولها بت القندره مو قلتش تروحين تخليه ورا المصرف؟ ايش هالغباء هذا؟ وبهاي اللحظه الامن مال المصرف حبيب قلبي لزموا واحد فلي عباله انه هو هذا المتصل اللي كان ياخذ الفلوس. وفجاه حبيب قلبي ما احكي لكم تنفجر قنبله يمرت لي شعله الغالي مالتها، بس يعني لا تخافون ما صار بيها شيء بعدها عايشه. فالمتصل يقول لي حبيب قلبي هاي انا اللي سويت هيك لان مرتك الحيه بنت الحيه بلغت الامن وقالت لهم انه هيك وهيك السالفه واكو واحد ينتظرني ياخذ مني الفلوس. والامن الاغبياء شافوا واحد يتلفت وشكوا بيه وعبالهم اني فلزموني. قلت لك لا تلعب وياي لان اني مراقب كل شيء واعرف كل شيء. وبهاي اللحظه يجون الشرطه على لي ويقولوا له انزل من السياره ابن القواده هي شفناك بالكاميرات هي من فجرت السياره هي مال الرجال خطيه. يقول لهم وداعت جهالي مواني اللي فجرتها ونزل من السياره ما اقدر انزل خرب هو ولا توازوني افجرها هسه. بس الشرطه قافلين يقولوا له لا تنزل ابن القواده هي. وهو اذا نزل حبيب قلبي راح تنفجر السياره. فعمكم لي شو يسوي بهاي الحاله؟ يطفر بالسياره حبيب قلبي. وما احكي لكم الشرطه هم شدوا لها ورا وصارت مطارده لها اول ما لها تالي، بحيث حبيب قلبي حتى طيارات تدخلت بالسالفه يلا قدروا انه يوقفون لي. فالمتصل قال له اطفر لا توقف، بس لي قال له ابن القندره مو حتى طيارات جابوا وين اروح بعد؟ فقائد الشرطه قال له ابني انزل من السياره وكافي لطلطه وتهور. بس لي قال له وخر عني لحد يوصل يمي ترى اكو قنبله جوا الكرسي مالتي والدنيا احرقها ولحد من عندكم يفكر يوصل يمي او يفتح الباب ترى افجرها والله. فقائد الشرطه قال له دك الخرا لك هذول مو جهالك وياك شلون تفجر السياره بجهالك؟ المهم حبيب قلبي الشرطه حاصروا السياره وسووا حواجز بمسافه 60 متر تقريبا واستدعوا فرقه مكافحه المتفجرات ونشروا قناصه على كل المباني. والقائد مالتهم قال لهم بس نطلع الاطفال من السياره اصلخ ومذهب بطلقه للسائق لان هم عبالهم انه هو اللي مسوي هيك وهو اللي مفخخ السيارات وهو اللي فجر سياره الصديقه فيعني عبالهم هو المجرم. المهم قائده مكافحه المتفجرات تقول لي اتركنا ننزل الاطفال من السياره وانت فجر روحك عساتك بالنعل طبك 1000 مره. بس لي يقولها ماكو هذا كلام ما في نفر ينزل من سياره شقك شق والله. بس يبين لها حبيب قلبي انه هو قاعد يحكي ويا احد بالتليفون، يعني بين لها انه اكو شخص قاعد يخلي لي يسوي هيك وهو مجبور على هذا الشيء. وبنت لي باوعت على القائده وهزت لها براسها حتى تاكد حكي ابوها. المهم القائده تنطي جهاز ارسال لي حتى الشرطه يقدرون يسمعون المتصل ولي فتح المايك حبيب قلبي حتى يسمعوه. بس المتصل دز مسج لي وكان محتوى المسج لك انت قواده هي عبالك اني ما ادري هي طلع جهاز الارسال هي من السياره هي لا اشعل مذهبك هي. وفعلا حبيب قلبي بدون تفكير لي شمر جهاز الارسال من السياره. هنا لي شك انه المتصل موجود بالمكان اللي هم بيه فسد السبيكر مال التليفون ودق هورن. وفعلا حبيب قلبي سمع صوت الهورن من تليفون المتصل فشاف واحد قاعد يخابر بالتليفون فشك انه هو هذا الشخص اللي قاعد يخابره. فجاه بنته تقول له ابي لقد انقطعت الشبكه ولا توجد شبكه في هاتفي. فتجي علي القاده وتقول له اخوي احنا قطعنا الشبكه بالمنطقه حتى ما حد يقدر يفجر القنبله عن بعد. وجابوا حبيب قلبي كلاب بوليسيه حتى يندلون مكان قنابل وفعلا يلقون قنبله جوا كرسي لي والكرسي اللي بصفه بس يم جهاله ماكو اي قنابل. فينزلون الابن وياخذوه للمستشفى بس البنيه ما قبلت تنزل وتعوف ابوها يا ابو شادميه. وشيتت حبيب قلبي قعدت على الكرسي اللي يم ابوها وتفعلت القنبله الثانيه اياب ايش غبيه. فالقائده تقوم تصيح عليها وتقولها ليش سويت هيك بنت النعال؟ فتقولها ما اطلع من السياره هي من غير ابويا هي لان انتم ناشرين قناصه هي تريدون بس اطلع حتى تصمتون ابويا. فابوها يحضنها ويقوم يبكي ويقولها والله اشرف من امك اللي راح بلغت علينا فضحتنا خرب شرفها بس خلى القفها. فجاه حبيب قلبي يجي شخص على الشرطه ويقول لهم انه انا اخوه الصغير خلوني اروح له وقنعه انه ينزل من السياره ويسلم نفسه ويهدي الوضع وينطي البنيه وش تريدون اسوي لكم بس خلوني اروح عليه. وفعلا حبيب قلبي خلوه يروح بس لي صافن حبيب قلبي ويقول منو هذا الشخص اللي جا علي؟ وطلع حبيب قلبي هو هذا المتصل بس قال للشرطه انه انا اخوه حتى يخلوه يروح له. فيقول له قواد هي خليتهم يقطعون الشبكه هي وعبالك ما راح اقدر اوصل لك ابوك صمته. وقال له تدري اني اعرفك من قبل 6 سنوات من كنت انت موظف صغير بالمصرف وكنت تضحك على الناس وتخليهم يشترون اسهم خسرانه واني واحد من هذول الناس اللي مرتي خسرت كل شيء بسببك. فهنا يقب عليه وقال له ابن القواده هي مشكلتك وياي ليش تحط جهالي بالنص؟ وبهاي اللحظه حبيب قلبي تكون مرت لي بالمستشفى ويا ابن وتسمع حبيب قلبي المذيعه بنشره الاخبار تقول تشينغ يونغ كاتشينجي لي كادا يكون بجد وتقول ان اخوه راح عليه حتى يقنع ينزل جهاله انه بتشلب بمذهب اخوه. بس حبيب قلبي هنا مرته تعرف انه هذا مو اخوه فقبل بلغت الشرطه وقالت لهم ترى هذا هو المتصل لان لي ما عنده اخوان. ونرجع حبيب قلبي على المتصل اللي طلع اسمه جين وجين هنا عطل القنبله مال بنت لي وقال له راح اخذها رهينه وياي لحد ما تحول لي الفلوس على حسابي. ويقوم يحكي ويا الشرطه ويقول لهم الف الحمد لله
الشكر لي وافق يعطل القنبله مال بنته وراح يخليها تجي وياي، ويقول لي باع لك بعد 5 دقائق تشغل السياره وتطفر بيها وتحول لي الفلوس، لا ارجع بنتك وابنك ومرتك كلهم على اللوبي. وشوف انه اكو قنبله حاطها بالسياره راح تنفجر من وحدها بعد 18 دقيقه اذا ما حول له الفلوس. واول ما جين حبيب قلبي اخذ بنت لي هو هم قبل شغل السياره وطفر بيها من المكان. بس هنا حبيب قلبي مرت لي خابرت خبيره المتفجرات وفهمتها على كل شيء، وعرفوا انه لي مو هو المجرم بس مجبر على هذا الشيء اللي قاعد يسويه. فتبدي خبيره المتفجرات تحكي وياه وتقول له احنا عرفنا انه مو انت المجرم، وقف السياره بسرعه حتى نفكك القنبله هي ابن الاطرام. بس هو حبيب قلبي ما قبل يوقف السياره لان عرف اذا وقف جين راح يقتل بنته. وهنا حبيب قلبي خابر الموظف مالته وقال له سيدي لقد جمعت 2 مليون دولار فقط وحولتهما على حسابك، تستطيع الان ان تتصرف في النقود كما تشاء. فخابر لي على جين وقال له حبيب قلبي ما قدرت اجمع لك غير 2 مليون دولار وحولتهن على حسابك وما اقدر هسه اجمع لك باقي المبلغ لان الشرطه طايرين وراي. هنا جين وقف القنبله اللي كان المفروض تنفجر بعد 18 دقيقه. المهم حبيب قلبي جين يقول لي شوف حبيب قلبي اريدك تطفر من الشرطه وتيجي تقابلني بمصنع القماش القديم اللي بمدينه كيناكاوا. فهنا اتذكر لي حبيب قلبي من كان موظف عادي قبل 6 سنوات بالمصرف وكان ينصب على الناس الفقراء ويقنعهم انه يشترون الاسهم الخسرانه بالبورصه. واكو بنيه جتي حكت وياه وتوسلت بيه انه يرجع لها ولو جزء بسيط من الفلوس اللي خسرتهن من وراه لان مصنعها راح ينقفل والموظفين كلهم راح يشردون هم وعائلهم بالشارع. بس هو حبيب قلبي عافى وما دار الهبال. ونعرف حبيب قلبي انه هاي البنيه هي مرت المتصل جين اللي خطف بنت لي. المهم وصل لي للمكان ولقى بنته مربطه وقاعده بسياره لوحدها. وهنا جيني خابر على لي ويقول له حبيب قلبي تتذكر المره اللي جتك وتوسلت بيك انه ترجع لها ولو جزء بسيط من الفلوس اللي خسرتهن وانت عفتها ومشيت؟ هاي مرتي وكانت حامل وبسبب اللي انت سويته راحت وانتحرت. وراها اجى قعد يمه بالسياره وقال له حبيب قلبي انا ردت منك 4 مليون دولار حتى ادفع الديون اللي على المصنع مالتي اللي انقفل بسببك من نصبت على مرتي. وهنا لي حبيب قلبي حس بالذنب وقام يقول له سامحني لان انا كنت السبب موت مرتك وابنك بشرفك سامحني وانطيني فرصه حتى اقدر اصلح الغلط اللي سويته. بس جين حبيب قلبي قافل يا سامحه يا ضراط يعني ما احكيكم قافل اختك كذب. وقال له لو يجي مذهبك ما اسامحك واصلا راح افجر السياره بي وبيك. وبهاي اللحظه يجون الشرطه فجيني يقول له يلا حرك حبيب قلبي لو تريدني افجر السياره وبنتك موجوده يمنا وتموت. ففعلا شغل السياره حبيب قلبي وشدلها وراح شيت بالبحر. هنا حبيب قلبي جين فقد الوعي فحاول لي انه يقعده حتى يطلع من السياره قبل لا القنبله تنفجر. بس جين كان فاقد الوعي وفاصل فيشه فجاب لي كتاب وثبته بين الستيرن والكشن حتى لا تنفجر القنبله اللي جواده. طلع من السياره واول ما طلع من السياره انفجرت حبيب قلبي. وهنا بنت لي تقوم تصيح وتبكي لان عبالها ابوها مات. بس الشرطه شافوا لي مطوف على المي ونزلوا طلعوه وسووا له تنفس وعاش. فتجي بنته وتحضنه وتقوم تبكي وتقول له ليش كذي؟ ليش راح يسجلوني غياب اليوم بالمدرسه من وراك يابا؟ قالوا مدن على ابوك لابو حتى المدرسه. وراها تجي عليهم خبيره المتفجرات وتقول له انه جين مات. وهنا حبيب قلبي لي كل زلاج من سمع انه جين مات بالرغم من كل اللي سواه بيهم قام يلوم بنفسه لان هو اللي وصله لهاي المرحله بسبب الجشع والطمع اللي كان بيه من كان يستغل الفقراء. فقرر لي حبيب قلبي انه يصلح كل شيء غلط سواه بحياته وراح رفع قضيه على المصرف اللي هو يشتغل بيه وقال انه هذا المصرف يضحك على الناس ويستغل فقرهم ويخليهم يشترون اسهم خسرانه بالبورصه على اساس انه هي راح تربح. واعترف قدام كل وسائل الاعلام انه هو هم شريك بهاي الجريمه ويا المصرف وهو كان يستغل الناس بعمليات النصب اللي كان يسويها وانه هو ندمان حبيب قلبي على كل شيء سواه ومستعد يتحمل كافه العواقب. وبس هاي كانت قصه فيلمنا لليوم يا رب يكون عجبكم. وطبعا الحكمه من هذا الفيلم انه اللي ياكل الحرام باكر الحرام ياكله. باي جايز.